أكتر كلمة بتستفزني في الشغل مش مفيش زيادة ولا هنأجل الترقية شوية. أكتر كلمة بتوجع هي عشان أنا المدير والصلاحية عندي. أنا زتونة، ودي حلقة المنصب ما يديكش حق تلعب بصلاحيات الناس. الجزء الأول، أول مرة اصطدمت بالكرسي. هحكي لك حكاية حصلت قدامي حرفياً في شركة اشتغلت فيها زمان. بطلة القصة هند، موظفة هادية شاطرة، من النوع اللي يشيل شغل الدنيا ويسكت. في يوم عادي جدا نزل تعميم داخلي، تعديل مواعيد قسم خدمة العملاء. الشفت يمتد لحد 8 بالليل بدل 5. هند عندها طفل صغير ومواصلات صعبة، فقالت طيب يا جماعة، القرار ده مبني على إيه؟ في مقابل مادي، في سياسة جديدة، في تعويض. أخدتها الشجاعة ودخلت لمكتب المدير الجديد بتاع القسم. راجل لابس بدلة شيك ومكتب كبير ووراه لوحة عليها شعار الشركة. قالت له بهدوء: ممكن أفهم يا فندم ليه المواعيد اتغيرت؟ إحنا عندنا التزامات وبيوت، وفي لايحة، في حاجة مكتوبة. بصلها بابتسامة باردة قوي وقال لها: يا أستاذة هند، أنت شغالة هنا بقالك كام سنة؟ قالت له 3. قال تمام، يبقى المفروض تبقي فاهمة إن المدير من صلاحياته ينظم الشغل زي ما يشوف، وأنا شايف إن مصلحة العمل كده. ما تعلقيش كتير، التعميم نازل والموضوع منتهي. سألته تاني: طب فين في النظام إننا نمد مواعيدنا 3 ساعات من غير مقابل؟ رد عليها الجملة السحرية: هند، أنا المسؤول هنا والصلاحية عندي، وما بحبش حد يناقش كتير. خرجت هند من المكتب مش بس متضايقة من القرار، كانت متضايقة من الإحساس إنه بيتعامل معاها كتفصيلة في ورقة مش كإنسانة. الجزء الثاني، فين المشكلة الحقيقية؟ تعال نفك الحكاية دي بهدوء. فين الغلط؟ في تمديد الشفت ولا في طريقة استخدام الصلاحية؟ بص، المنصب حاجة والصلاحية حاجة تانية خالص. المنصب كرسي، مكانك في الهيكل، مدير قسم، رئيس فريق، CEO. الصلاحية أداة، حاجة مستلمها عشان تحقق هدف، مش عشان تثبت إنك الكبير. المصيبة لما الكرسي يبقى هو المبرر. أنا مدير، يبقى أعمل اللي أنا عايزه. هنا الصلاحية ما بقتش مسؤولية، بقت لعبة سلطة. الجزء الثالث، لما الصلاحية تبقى عزبة. في بيئات شغل كتير، خصوصا اللي لسه مش ناضجة، بتشوف حاجات من دي. مدير ينقل موظف لفرع بعيد من غير سبب حقيقي، بس عشان مش مرتاح له. مدير يوقف ترقية حد مش عشان الأداء، بس عشان مش بيطبل معانا. مدير يلغي مرونة مواعيد ويقول عشان ننضبط، وهو أصلا ما عندوش ولا KPI مكتوب ولا نظام تقييم واضح. ولما تسأل فين السياسة، فين المادة اللي بتقول كده، فين المعيار اللي طبقناه، تسمع الجمل الجاهزة: يا جماعة أنا المسؤول، ده توجه الإدارة العليا، كده النظام وخلاص. طب والنظام مكتوب فين؟ مش مهم، اسمع الكلام. اللي بيحصل هنا مش إدارة، ده خليط من هيبة كدابة وصلاحيات من غير حدود، ومنصب بيستخبى وراه ضعف مهني. الجزء الرابع، المدير اللي بيخاف النور. المدير غير الناضج بيكره الوضوح. ليه؟ عشان الوضوح معناه قرار مكتوب، سبب مفهوم، جهة تتحاسب لو طلع غلط. هو عايز يفضل القرار مطاط، مرة يسميه توجيه شفهي، مرة سياسة داخلية، مرة تعليمات المجلس، بس عمره ما يقول أنا قررت كذا في التاريخ الفلاني بناء على المادة الفلانية والهدف كذا، ولو غلط أنا أتحاسب. لأنه لو عمل كده، الهيبة اللي بناها على الصوت العالي هتتعرى قدام ورق بسيط اسمه نظام. الجزء الخامس، هند قررت ما تسكتش. نرجع لهند. هند ما كانتش من النوع اللي يعمل خناقات، بس كانت من النوع اللي بيدور ويقرأ. دخلت على لائحة الشركة وقرأت النظام اللي الشركة نفسها حكمة بيه شغلها. سألت حد في HR فاهم، مش بس بيبعت إيميلات. اكتشفت إن تعديل مواعيد العمل لازم يبقى فيه إشعار قبلها بمدة، ولو في زيادة فعلية في عدد الساعات يبقى في مقابل أو تعويض واضح. والقرارات دي لازم تكون مكتوبة وموقعة، مش مزاج مدير قسم. في الاجتماع اللي بعده المدير قال ابتداء من الأسبوع الجاي هنعتمد الشفت الجديد رسمياً.
هند رفعت إيدها بصوت هادي، لا خناقة ولا تحدي. يا فندم، أنا راجعت اللائحة ولقينا إن أي تعديل في الساعات لازم يكون مكتوب ومقرر من الإدارة العليا ومربوط بمقابل أو تعويض واضح. فهل القرار ده نازل بشكل رسمي مكتوب؟ وهل في تعويض واضح عشان إحنا كفريق نعرف نخطط لحياتنا بره الشغل؟ الاجتماع سكت، الناس كلها بصت للمدير. هو اتشد شوية بس ما قدرش يقول لها انتِ غلطانة. قال هنراجع الموضوع مع الموارد البشرية ونرجع لكم. اليوم ده هند يمكن ما أخدتش كل اللي هي عايزاه، بس على الأقل كسرت الدايرة اللي فيها المدير بيستخدم كلمة الصلاحية عندي كأنها عصاية. الجزء الثامن، وعي الموظف مش قلة أدب. مهم قوي نفهم حاجة. لما تقول لمديرك ممكن القرار ده يكون مكتوب أو ممكن نربطه بالنظام، ده مش تمرد، مش قلة احترام، مش إنك مش عارف مقامك. ده اسمه وعي، والوعي هو اللي بيحمي المنظومة من إن الكرسي يتحول لعزبة. في فرق بين إنك تناقش باحترام وبين إنك تشتم أو تتجاوز. أنت تقدر تسأل إحنا بنطبق أي مادة في اللائحة هنا، تطلب نسخة من سياسة داخلية بتطبق عليك، تكتب اعتراضك في إيميل مهني محترم من غير ما تعمل دوشة في الكوريدور ولا تشتبك مع حد. بس كمان ما تبقاش جزء من المسرحية، ما ترددش هو أكيد عنده وجهة نظر وانت عارف إن اللي بيحصل ظلم ومفيش أي أساس نظامي. الجزء السابع، رسالة للمدير اللي بيسمعني. لو انت مدير وبتسمع الحلقة دي، خلينا نسألك شوية أسئلة بسيطة بس. لو شلنا مسماك من القرار نفسه يفضل منطقي ولا هو عايش على تقل لقبك بس؟ لو موظف صغير سألك ليه، تقدر تشرح بالأرقام والسياسات ولا هتستخبى ورا ما تجدلش كتير؟ لو قرارك اتعرض قدام حد مستقل، هيقول إدارة واعية ولا استغلال صلاحيات؟ الصلاحية مش وسيلة تسكت بيها الناس، الصلاحية مسؤولية تبرر بيها ليه اخترت الطريق ده مش غيره. المنصب يحدد مكانك على الكرسي، بس طريقة استخدامك للصلاحيات هي اللي هتحدد تاريخك في عيون الناس اللي اشتغلت معاهم. الجزء الثامن، المنظمات ما بتقعش فجأة، الشركة ما بتفلسش من قرار واحد، البيئة ما بتتسمش من موقف واحد. الانهيار بيبدأ من حاجات صغيرة، قرار شفهي هنا، عديها المرة دي يا HR، هناك امضوا وخلاص، مش لازم تفهموا كل حاجة. أنا المسؤول، محدش يتدخل. شوية شوية المواهب تمشي، الناس اللي بتفكر تسكت، المطبلين يعلوا، والكرسي يفضل واقف بس على أرضية بتغرق. في الآخر منظمة كاملة ممكن تقع مش عشان ما فيهاش مديرين، لكن عشان فيها ناس كتير ماسكة صلاحيات بتستخدمها درع لنفسها مش مظلة للي تحتها. الخلاصة، المنصب ما يديكش تصريح تعبث بمصير الناس. لو اشتغلنا مع بعض كام سنة، مش هفتكرك عشان مسماك كان ايه، هفتكرك عشان كنت بتستخدم الصلاحية ازاي. كنت بتكتب وتوثق ولا تسلق قرارات على المزاج؟ كنت بتشرح ولا تسكت أي سؤال بجملة أنا المسؤول؟ كنت بتعدل لو لقيت نفسك غلطت ولا تجابر وتزودها؟ يا مدير، المنصب مش حصانة من السؤال، والصلاحية مش كارت مفتوح تجرب بيه في الناس. ويا موظف، ما تنبهلش بالمسمى، اسأل دايما الصلاحية دي حدودها ايه وليها سند ولا هي بس رأي شخصي لابس بدلة. أنا زتونة، وده صوت كل موظف نفسه يشتغل في مكان الصلاحية فيه بتحمي ما بتكسرش. افتكر دايما المنصب ممكن يتسحب في يوم، بس طريقة استخدامك لصلاحياتك هي اللي بتفضل مكتوبة في سيرة كل واحد فينا.